تاني يوم بعد الحصة الدكتور طلب من تكامين تلم الواجبات وتوديهم أوضة التحضير. وافقت بفرحة وكانت هتمشي لما واحد أهبل كده عرض يشيل نصهم، واحد تاني عرض يساعد كمان، وشيرو واقف مش مصدق وهو شايفها بتقول لأ للاتنين. بدأت تكشف عن مفاتنها وسألته لو نسي الدور اللي وعد يلعبه. بعد شوية الوقت رجع، بس مخ شيرو التعبان لسه بيسأل هي كانت تقصد ايه، وبمعجزة ما فهم هي عايزة ايه وعرض يشيل الواجبات معاها. بعدين هزقته عشان اضطرت تضحي بقطعة بسبب غبائه، وشيرو اعتذر انه فهمش بسرعة. الواد ساعدها تلبس درع الحماية بتاعها وهو مكسوف، والاتنين كملوا مشي، كل واحد شايل نص الواجبات. بس طلاب كتير وقفوا تكامين في الطريق وعرضوا يشيلوا الحاجة مكانهم، وده خلى شيرو يدرك انها سوبر مشهورة. بدأ يتخيلها كليوباترا واعترف ان الحياة هتكون سهلة جدا لو كان مكانها. مرة تانية تكامين رفضت العرض وخدت وقتها تجامل كل واحد فيهم، وشيرو مصدوم ازاي هي بتتعامل مع الزحمة دي. بعدين علمت شيرو انه لازم يساعدها لو هي اتطوعت او وافقت تعمل اي مهمة مطلوبة منها. لما بدأت تقصف دبهته عشان غبي، شيرو اتمنى لو تفضل محافظة على شخصيتها الساحرة دي حتى وهم لوحدهم. وهم ماشيين علق ان الموضوع اكيد صعب عليها وهي بتتعامل مع ناس كتير كده، بس تكامين قالت انهم مش واقفين طوابير عشان يدوها حقن في الخلفية كأنها فانز يعني. وقالت كمان انها حتى لو كانت واحدة منهم كانت هتبقى جامدة في فيلم مع جوني، وده بيخليها رئيسة مجلس طلبة عظيمة لسبب ما. شيرو مصدوم إنها عارفة أسامي كل اللي قربوا منها، وسألها لو هي حافظة كل الناس هنا. تكامين قالت أيوة عشان هي الرئيسة، وبما إن الناس مش بتنسى قد هي أقل حاجة تعملها إنها تفتكر أساميهم. وهي بتبدأ تمشي، شيرو أدرك إنه كان بيمجدها عشان حب الناس ليها، بس في الحقيقة هي بذلت مجهود كبير عشان تحافظ على مكانتها. شرحت كمان إنها حافظة ملف عام عن كل طالب بما فيهم هو. بعدين سمعت اسمه وسنه ومكان دلاده، متبوعين بشخصيته ضعيف الإرادة، قلة ثقته بنفسه وانعدام طموحه، وعارفة كمان إنه فظيع في كل المواد. بس الواد وقفها قبل ما تفضح كل نقط ضعفه، سألها بتوتر لو عملت بحث دقيق كده عن الكل. وتكامين سألته بصرامة لو هو بيلمح إنه مميز بالنسبة لها. قالت له يلم الأنا بتاعته شوية، وضافت الهوس بالذات لملفه، ووصفته بالمريب عشان بيبحلق في وهي بتغير. بس دلوقتي لما بقى معاه العذر المثالي عشان يبص، رفض يبص. شيرو صدق انها مش عايزاه يشوف وحاول يعدي من جنبها، بس هي كعبلته وسألته هيعمل ايه لو قالت له انها ما عندهاش مانع. قبل ما يقدر يجاوب ركبت فوقيه وقالت له ما تعلينك. بعدين فكت زراير قميصها وكانت هتعمل عليه اختبار قوانين الديناميكا الحرارية، بس الواد اتوتر وقال بسرعة انهم المفروض ما يعملوش كده الا لو بيوعدوا بعض. تكامين انفجرت في الضحك وشرحت انها ما كنتش متوقعة اجابة زي دي، وقالت انها كانت بتهزر بس. قعدت جنبه وسألته لو عمره تخيل انهم يخرجوا في ديت، بس شيرو قفل الموضوع بسرعه. سالته بهزار ما يفقلش كل الاحتمالات بسرعه كده، وده خلى شيرو يتكعبل ويقع من على السلم. صحي بعدها وبطيخ تكامين في وشه، وهي شرحت انهم في غرفه الممرضه. كشفت كمان انه خبط راسه لما وقع من السلم، فعشان كده استخدمت قوتها ورجعت الزمن، وحتى بعد كده فضل مغمى عليه فجابته هنا. شيرو شكرها، بس هي قالت له يكلم في خدها وهي بتحدث ملفه في عقلها. ضافت جنتلمان مزيف وعذراء للسي في بتاعه، وبعدها وصفته بشخص مثالي بشكل سخيف. بعدين ادرك ان الحصص خلفت وعنده درس إضافي في التربية الرياضية، ومع ذلك لما قال إن الموضوع مش فارق قوي، تكامين علقت إن انعدام طموحه ده تقريبا حاجة منعشة. وهو اعترف إنه فاشل في معظم المجالات زي المشاهدين كده، بس هيكون لطيف لو طلع الأول في حاجة ولو مرة واحدة. بعدين قررت تدي درس الرياضة الإضافي، وطلبت من الطلاب يطلعوا كل اللي عندهم عشان مش هتتساهل معاهم. ولما الطلاب بدأوا الجري استخدمت مكبر صوت عشان تشجعهم. في الوقت ده شيرو كان الأخير وميت وهيمان إنه هيخسر، لحد ما تكامين وقفته في نص الطريق، ساعدته يظبط وقفة البيتة بتاعته. بس شيرو حصل لأن عرقها خلى قميصها شفاف. تكامين شدته أقرب وقالت له بحزم يخلص قبل 30 دقيقة، بس حتى مع كده فشل يخلص في الوقت. المشاركين التانيين هزقوه عشان أحرج تكامين، بس تكامين قلعت درع الحماية وأعلنت إنهم هيعيدوا لحد ما يخلص المهمة، وبكده عكست الوقت ورجعته لبداية السباق، وقالت له بصرامة يخلص في الوقت المحدد. المرة دي شيرو يدوب قدر يجاري الأولاد التانيين، بس كان بيفكر في طرق يعتذر بيها مقدما. فجأة تكامين لحقت الولاد على عجلة وبدأت ترفع المؤخرة عن قصد عشان التانيين يشوفوا الكيك بتاعها. شيرو ما كانش عايز حد يمتع نظره، فجري وراها بسرعة جنونية وقدر يخلص الأول وهو بياخد نفسه. تكامين وصلت وقالت له يساعدها تخطي مصنع الفطاير، وهو بيعمل كده تكامين سألته حاسس بإيه، وقال إنه رغم إنه ميت تعب مبسوط إن الموضوع خلص. بس تكامين قررت سؤالها، بتسأله عن شعوره إنه خلص السباق في المركز الأول. طلع إن شيرو ما كانش واخد باله لحد دلوقتي لأنه كان مركز قوي يطارد كيك تكامين. شيرو فكر إن الشعور خيالي وإنه عمره ما اهتم
بالترتيب، بس رغم كل ده قال لها إنه بجد سعيد. لما شافت اللمعة في عينيه تكامين ابتسمت، بس خبت الابتسامة وقالت له يمشي معاها للبيت. بالليل شيرو اكتشف إنه أخد شنطة غياراتها البيت بالغلط، وافتكر إنه عادي يرجعهم بكرة. وهو بيفكر يفتح الشنطة عشان يمخمخ جات له مكالمة من تكامين بتسأله لو خدهم البيت. لما قال أيوة كشفت إن الشنطة فيها ملابس داخلية رياضية، وبما إن ده الوحيد اللي عندها مش هتقدر تروح تجري من غيره، خمن إنها عايزاه يجيبه لها. فقرر يمشي لحد بيتها ببعيدة قوي، بس واقف في نص الطريق وتساءل لو ده اختبار عشان تشوف بيسمع كلامها ولا لا. فكر انه بيقوم بوظيفته في المدرسة، بس تكامين مش محتاجاه في البيت، فالمفروض يفضل في بيته. فجأة جات له رسالة من تكامين بتقول انها رايحة تجري من غير درع الحماية. بعت لها تلبس اي جوز تاني، بس قالت انها بتعرف تجري احسن من غيره، وده خلاه يتوتر. بعدين بعتت له صورة بتكشف انها نازلة على اللحم الليلة دي، وشيرو بدأ يعرق جاز. اعتقد ان تكامين بتحاول بس تشتغل ومش هتنزل تجري بجد، بس بعتت له صورة ليها بره وفيها راجل بيبحلق في الكيك بتاعها في الخلفية. شيرو بدأ يفكر ان كارت العيلة بتاعها ممكن يتسرق بواسطة بلطجية لو خرجت كده، وبما انها لابسة اللي تحت مش هتقدر حتى تعاكس الوقت عشان تنقذ نفسها. بعدين وتكامين قاعدة مستنية لوحدها على دكة بتكتب رسالة إنها كانت بس بتنكشه ويقدر يراجع حاجتها بكرة. قبل ما تبعتها الواد وصل يجري وهو قطع النفس، وده خلاها تحمر. سمته بطيء عشان اتأخر، بس مدحته إنه أخد رد فعل بناء على احتياجاتها. شيرو كشف إنه جه بس عشان كان قلقان على سلامتها، وده خلاها تحمر أكتر. لفت عشان تخبي كسوفها وبدأت تغيظه، بس فجأة لفت بابتسامة عريضة وشكرته إنه كان مراعي جدا تجاهها. في الثانية اللي بعدها بدأت تتصرف بتعالي وعظمة كالعلبة، وقالت إن ده امتياز ليه إنه يقدر يخدم زيها. حتى من خلال تمثيلها شيرو أدرك إن في حاجات معينة هو بس اللي يقدر يعملها عشان هو الوحيد اللي عارف سرها. لما سألته لو كان قلقان عليها قوي، شيرو قالها بتوتر تخف عليه شوية. خدت شنطتها وعلقت إنها دافية، وشيرو قال عشان كان حاضنها طول الطريق وهو جاي. هي اتأثرت جدا بالحركة دي، وهم بيبدأوا يمشوا السعادة كانت باينة على وشها. تاني يوم في حصة السباحة تكامين أبهرت الكل بمرونتها تحت المية وقدرت تهزم الكل بما فيهم يو نجم فريق السباحة، وهي طالعة شكلها زي حتة اللحمة الطازة. الكل بما فيهم شيرو مصدومين لأن الواد اللي هزمته ده راح يتدرب بره. قبل ما شيرو يستوعب تكامين قالت إنها عايزة تعيد وفعلت قوتها. رجعت للوقت قبل ما السباق يبدأ، والمرة دي عامت بوشها لفوق عشان الكل يشوف فيزياء الاهتزاز بتاعتها. شيرو مش فاهم ليه بتعيد، بس لما شافها بوضوح من الزاوية دي حس إنه عايز يرتكب كل الخطايا السبعة المميتة معاها. بعد ما كسبت راحت لشيرو وسألته ليه ما كانش عنده فضول، والواد عمل فيها تقيل. تكامين قالت إنها كانت عايزة تسيب انطباع حلو، وسألته أنهي لقطة اللي ولعت النار في مناطقه. شيرو كان محتار لأن اختيار سباحة الظهر معناه اعتراف إنه بيحب بطيخها، واختيار الناحية التانية هيخليه يبان بيفضل الكيك. وقبل حتى ما يقدر يجاوب تكامين لاحظت رد فعله وبدأت تغيظه. الواد ارتبك وسألها ازاي عمت من غير درع الحماية، وتكامين كشفت انها في الحقيقة ضحت بواحدة من لصقاتها المرة دي. ولما تخيلها من غير حاجة، شيرو طلع رحلة للقطب الشمالي ولف وشه عشان يخبي مسرح الجريمة في بنطلونه. وعشان الطين يزيد بلة، تكامين همست في ودنه وقالت له يستنى بعد الحصص. بالليل اخدته المول عشان تشتري شوية دروع حماية طازة، وشيرو متوتر لانه مش عارف يبص فين. سأل هو هنا ليه، وقالت انها محتاجة نوز جديد ولازم يجي بما انه بقى دلبها. تكامين فجأة سألته تشتري اني ماحد، وهو قال بتوتر اي حاجة كويسة. سألته ليه هو على اعصابه كده، وقال ان عمره ما كان هيجي هنا بإرادته، وده معناه انها امراته كمان. تكامين عايزة تغيظه اكتر فخلته يختار اطقم جديدة ليها. من غير تفكير كتير الواد اختار واحد عشوائي، بس طلع اكتر قطعة مشبوهة في المحل كله. بتخليها تبان زي دكاسين في البار. وعشان يداري رعبه اختار واحد ابيض عشان يوري لها ان افكاره بريئه، بس بعدين حول لواحد اسود عشان هي شريره من جوه. بعدين تساءل لو البينك هيليق عليها اكتر بما انها طيبه كمان، بس رمى كل المنطق من الشباك واختار واحد ازرق. تكامين سألته ليه اختار ده، بس قال مفيش سبب معين. قالت انها لازم تقيسه وسحبته لغرفة القياس، بس الواد مؤمن انه مش مفروض يكون هنا. بس تكامين قالت انه لازم يفضل لانه هو اللي هيلبسه لها. خلته يقعد على ركبه وورته انها لابسه كولون تقيل فمش هيقدر يشوف حاجة حتى لو هي على اللحم. شيرو حاول يعمل فيها كول، بس هي رفعت الجيبة وكملت تغيظ فيه، وعشان ينقذ شوية كرامة ساعتها تلبسهم وهو سرحان. بس لما وشه قرب من وادي الكيك بتاع تكامين خد جرعة زيادة من السعرات واغمى عليه. بعدين تكامين كملت تغيظه بتلميح ان الكيك بتاعها ملوش علاقة باغمائه، ملمحة انه اكيد عيان. وهم داخلين الاسانسير سألته تاني ليه اختار الازرق، وقال مفيش سبب حقيقي. بس تكامين زنقته في الحيطة وطلبت يقول الحقيقة والا مش هتسيبه يمشي. شيرو اعترف بتوتر
التوتر إنه عشان مقامها عالي. وده فكرة بالسما الزرقاء العالية والبحر اللي ملوش آخر. الواد بدأ يهلع، بس تاكامين خرجت من الأسانسير من غير أي رد فعل، وده فاجئه جدا. شيرو جري وراها بيسأل لو عجبها اللي اختاره، بس قالت مش فارقة لأنه هو اللي هيلبسه لها. بعد سكتة قصيرة وشها نور وقالت إنها مش هتضيعهم على قدرة السفر عبر الزمن، وده معناه إنهم مهمين بالنسبة لها. تاني يوم شيرو لقى الدور برد في الفصل، وتاكامين لاحظت إنه محمر. بعد المدرسة قرر يروح البيت بأسرع وقت، بس تاكامين قالت له يشد حيله وعرضت توصله بما إنها ساكنة قريب. لما وصلوا لاحظت إن أوضته أرتب بكتير مما توقعت، وفورا دورت في الكمبيوتر بتاعه عشان تلاقي أي ممنوعات. بعد ما طلبت يوريها الفولدر السري، الواد توتر وقفل اللابتوب وبيسألها بهلع هي هنا ليه. تاكامين قالت إنها هنا بس عشان تمرد دولابها قبل ما يعيا ويبقى عديم الفايدة تماما. سألته لو بياكل كويس، ولما قال لأ تاكامين قالت إنها تعمل له حاجة. شيرو قال لها مش محتاجة تعمل كده لأنه تمام لوحده، بس أجبرته يقبل كرمها. بعدين سألته لو المفروض تلبس مريلة بس وهي بتطبخ، ولو يحب تأكله بإيديها، وعرضت كمان تمسح العرق من على جسمه بالمرة، ولمحت لحاجات تانية قبل ما ينام. شيرو زهق من غلاستها المستمرة وزقها بره أوضته، وقال إنه يقدر يهتم بنفسه وهي لازم تروح قبل ما تتعدى منه. لما سمعت كده تاكامين قلعت درع الحماية وتلاعبت كالزمن، بس المرة دي شيرو لقى طبق رز على ترابيزته. تاكامين قالت إنها استخدمت المكونات اللي في المطبخ وجهزت له فوطة كمان هتسخنها تاني لو بردت. وهي بتسيبه ياكل أدرك إنها غيرت الزمن عشان تلغي الغلاسة، واستغرب ليه بتفضل تقلب بين سيرسي لانستر ودينيريس تارجاريان. بعد ما دخل السرير سأل نفسه لو دي مجرد طريقة تاكامين عشان تتأكد إنه يفضل شغال كدولاب ليها. فجأة دخلت الأوضة تسأل لو الأكل كان تمام، وقال إنه كان حلو. تاكامين بعدين دخلت السرير مع الواد بحجة إن مهم الجسم يفضل دافي وقت الحمى. لما شيرو اعترض تلاعبت بالزمن تاني عشان تتأكد إن مفيش عرق على جسمها وريحتها حلوة. لما قال إن مش ده اللي كان قلقان منه، سألته لو كان هيحب الموضوع لو ريحتها أحلى. شيرو استسلم على محاولة إقناعها ولف الناحية التانية وطلب منها ما تهزرش معاه، بس هي حضنته وقالت إنها بتعمل بس اللي مهم عشان دولابها ولازم يعتبرها مش أكتر من قربة مية سخنة. لما قربت قلب شيرو بدأ يدق لأنه في السرير مع المدرسة، وهو بيبانك اعترفت إنها زودتها في الغلاسة واعتذرت. بعدين خلته يف ودفنت وشه في قلعتها النطاطة، وكشفت إن ده هيخفف التوتر ويساعده ينام أحسن. وبما إنها رايحة لبعيد قوي عشان تساعده، قالت له ما يفكرش أفكار شمال وينام. رغم إنه واخد منظر فيرست بيرسون للتلال السماوية، رايو ما كانش حاسس بإثارة بل بالأمان. وده خلاه يتسائل لو هي فعلا قلقانة عليه. في اللحظة دي أدرك إن مدرسته طلعت بني آدمة برضه. سألها برقة لو هي بتديله الجزرة عشان تجره. سؤال خدها على اخوانا. قلبها دق وسألته بتوتر ايه اللي ممكن يساعده اكتر، بس شيرو راح في النوم قبل ما تقدر تاخد اجابة. وهي مروحة شافت شوية عيال بيجروا جنبها، ودخلت في فلاش باك افتكرت فيه ان عمرها ما كان عندها شلة صحاب من وهي صغيرة. في يوم وهي بتأكل قطة سودا، شيرو الصغير ظهر ومعاه علبة لبن وقدموها للقطة. من اليوم ده تاكامين بدأت تعجب بيه، بس هو حتى مش فاكر. لما روحت تاكامين رمت نفسها على السرير وبدأت تلعب مع نفس القطة السوداء اللي ربتها في البيت دلوقتي. سألت القطة كورو ليه شيرو فاكر إنها بتلعب بيه، وبتسأل ليه هتهتم بيه قوي كده لو كان مجرد أداة. لما صحي شيرو لقى رسالة من تاكامين بتقوله إنها مروحة ولسه في شوية رز في التلاجة لو جاع. الحرارة راحت فهو بياكل. اعترف ان تاكامين كانت حراقة زيادة النهاردة، وده خلاه يسخن تاني. تاني يوم شيرو عرف من تاكامين إن عنده دروس تقوية في إجازة الصيف، وهي وافقت تساعده لو وافق يبقى عبد ليها بقية حياته. بما إنه جايب تقدير سي في كل المواد لازم يسلم الواجبات وإلا هينزل لتقدير دي. لما قال إنه هيشتغل بجد في البريك عشان يخلص، تاكامين أدركت إن تمرين الجري ساعده يتحول من شوال بطاطس لسمب شغال أوفر تايم. اتمنت لته حظ سعيد وطلبت منه ما يهملش واجباته كدولاب في نفس الوقت. في الفصل شيرو مشغول في الواجبات وبيسأل نفسه لو هيقدر يخلص في الوقت. فجأة تاكامين طلعت تكتب حاجة على السبورة، بس كمالها اتلخبط لما المدرس خبط فيها بالغلط. شيرو استعد للسفر عبر الزمن، بس تاكامين خلت درع الحماية عليها وكملت كتابة، وده فاجئه جدا. بعدين وهو شغال على واجبه بنت شكرت تاكامين إنها اقترحت عليها تشتري ساعة للكراش بتاعها لأن دلوقتي العلاقة بقت تمام قوي. بس لما قالت إن نسخة جديدة من الساعة أعلنوا عنها تاني يوم، تاكامين اترددت تقلع الدرع وبدل كده قالت لها تبدلها. بعدين في حصة الرسم تاكامين حاولت تستخدم قوتها تاني بس وقفت نفسها، وده حير شيرو اللي لاحظ إنها مش كويسة. بعد المدرسة قابلها في طرقة ولاحظ إن حالتها أسوأ مما كانت في حصة الرسم وهي بتقع على ركابها. سأل لو ده بيحصل عشان ما استخدمتش قوتها، بس تاكامين مثلت إن عندها برد بس، لكن شيرو أدرك إنها بتعمل كده عشانه، فقال لها بهدوء تبطل تمسك نفسها وترجع اليوم كله عشان يعيدوه تاني. تاكامين استمرت تقاوم الرغبة وقالت كل حاجة مشيت تمام ومش محتاجة تغير حاجة. بعدين احمرت وقالت لو عايزها تعيد اليوم كله لازم هو اللي يقلعها درع الحماية،
وهو بيفكر في الموضوع تكامين فكرته إن إعادة اليوم هتلغي الواجبات اللي عاملها، بس قال عادي لأنه يقدر يعملهم تاني بسهولة. بعد التطمين ده تكامين سمحت له يحط إيده على مصنع الفطاير ويرجع الزمن لبداية اليوم. بس شيرو عارف بسرعة إن تكامين رجعت الزمن كام ثانية بس عشان تلغي الإحراج اللي واجهته دلوقتي حالا. وهم نازلين على السلم قالت إنها هتراجع الواجبات معاه من هنا ورايح عشان ده ما يحصلش تاني. بعد كام يوم شيرو لقى نفسه في أوضة تكامين اللي بتساعده في واجباته. لما فضل يعمل غلطات مبتدئين رجعت الزمن تاني عشان يعيد الورقة كلها. في الوقت ده خرجت تجيب قهوة قبل ما تقول إن أهلها مش راجعين البيت غير بعد بكرة. وبينما قلب شيرو بيبدأ يدق مفكر إنه هيظبط النهاردة، تكامين لاحظت غلطة تانية في الواجب، والمرة دي استخدمت نيازك البطيخ لرجوع الزمن. بعد شوية تكامين سألت عمل إنجاز قد إيه، ولما قال إنه في النص سألته لو بيعطل نفسه قاصد عشان يبات. فكرته إنه مش لوحده وإن عندها قطة كمان. وشيرو سأل لو يقدر يشوف قطتها. أنا عارف أنت بتفكر في إيه يا شقي. تكامين اعتقدت إن وجود حيوان في الأوضة هيشتته، بس هو قال إن ده هيزود إنتاجيته. في النهاية وافقت وراحت تجيب القطة، بس رجعت إيدها فاضية لأن القطة بره بتلعب. عرضت توريه قطة تانية عشان تزود إنتاجيته، بس الحاجة الوحيدة اللي هتزيد هي هرموناته. نامت على السرير وبدأت تتصرف زي القطة، وشيرو مش عارف يركز لأنه عارف إنها على اللحم دلوقتي. لما شيرو مثل إنه مطنشها زودت العيار وما وقفتش غير لما شافت ودانه بتحمر من الكسوف. شيرو أخيرا قدر يخلص واجب واحد بحلول الليل، ولم تكامين إنها شتتته من حركاتها. شكرها على المساعدة وكان هيمشي، بس الدنيا بدأت تمطر جامد وتكامين طلبت منه يبات. أيوة يا سلام. شيرو قال إنه تمام ينام في الطرقة، بس تكامين قالت له عندهم أوضة فاضية للضيوف. نصحته ياخد دش وعرضت تغسل ظهره بس شيرو قفل الموضوع فرا. نعم، في اللحظة دي قطة تكامين رجعت أخيرا وقدمت له أرورو. تكامين كانت بتأمن إن شوفان القطة يحيي شوية ذكريات قديمة فيه، بس شيرو ما فهمش التلميح وبدأ يلعب مع القطة عادي، وده خلاها تتجمد من الصدمة. فجأة النور قطع في المنطقة وتكامين قالت له ما تقلقش هيرجع قريب. عشان تضيع وقت طلبت منه يحكي قصة مضحكة، بس شيرو معرفش يألف واحدة في وقتها. كشفت إنهم كانوا في نفس المدرسة الإعدادية، بس هي مش فاكرة عنه كتير من الوقت ده. طلبت منه يحكي لها قصص من أيامه في المدرسة، والواد قال إنه كان متعود يروح بيت صاحبه يلعبه. وهو عمال يرغي تكامين اتغاظت عشان عايزاه يفتكرها وشربت إزازة مية كاملة عشان تبرد. سألته بصرامة لو عنده قصص تانية، بس لما قال لها عن لقبه سكتته بسرعة. وشيرو مش فاهم ليه مودها قلب فجأة، وعشان يهرب من التعذيب ده سألها لو يقدر يستخدم الدش. تكامين سابت الأوضة ثانية ورجعت بقميص نوم وقالت إنه مش هيستخدم الدش رخامة كده. وهي نايمة وشها للحيطة شيرو اعتقد ان تكامين زهقت من قصصه المملة، فحاول يفتكر حاجة ممتعة قبل ما تنام. في الآخر افتكر صداقته مع بنت كانت بتهتم بقطة سودة في الحديقة. في يوم ممطر خد فوطة وشمسية للقطة عشان يتأكد إنها في أمان، بس عرف إن البنت كانت قامت بالواجب خلاص. تكامين أخيرا قامت وسألت ليه ما بدأش بالقصة دي، وشيرو قال بتردد إنه خسر علاقته بالبنت دي. في يوم اعترفت له بمشاعرها فجأة، ولما فشل يديها رد بطلت تيجي الحديقة وأخدت القطة معاها. شيرو يتمنى لو يشوفها تاني، بس ما كانش يعرف حتى اسمها ولا هي في سنة كام، وعشان كده الذكرى دي مليانة ندم. تكامين سألته هيعمل إيه لو قابل البنت دي تاني، وشيرو سألها بصدمة لو هي تعرفها، وده خيب أملها. بس بسرعة استعادت هدوءها واديته نقطة إنه فاكر. فجأة الاتنين اتخضوا بصوت رعد عالي، وبطريقة ما ده خلى درع الحماية بتاع تكامين يتقلع، وبدل ما تتكسف بدأت تتصرف بغرابة ونطت عليه لما البرق ضرب تاني. شيرو أخيرا فهم إن تكامين بتخاف من البرق، وإنها كانت بتشتته قاصد عن إنه يخلص الواجب عشان يبات. وهي نايمة فوقيه قالت بتوتر إنها عايزة تلغي اللحظة دي، بس عشان قوتها مش بتشتغل عليه طلبت منه يمسحها من ذاكرته. بعد ما النور رجع تكامين قررت تعمل عشاء، بس لأن ده لوحده مش مكفي الوسواس بتاعها قررت تلعب لعبة إنهم عرسان جداد، ناقص بس الجزء اللي بتعمل فيه واجباتها الزوجية. لو أي حد كسر القواعد هيفضلوا سناجل بقية حياتهم، وده الروتين لعذراء زي شيرو. دمار عاطفي. بعد ما مشيت شيرو لحقها على المطبخ، بس ارتبك لما شافها مش لابسة حاجة غير المريالة. لما ناداها يا سيادة الرئيسة فكرته إن مفيش جوز بينادي مراته كده إلا لو بيلعبوا رول بلاي هيلاري كلينتون. حاول يناديها تاين سان، وبعد مجهود قدر يقول لها إنها لازم تلبس حاجة تحت المريالة. قالت له يساعدها، والواد بتردد لبسها شوية دروع حماية تغطي تشيز كيك. طلبت منه يساعد في الشوربة، بس الواد كان مركز معاها لدرجة إنه حرقها. تكامين استخدمت قوتها لرجوع الزمن وهزقته على الخفيف لأنه مهمل. لما الأكل جهز قعدوا ياكلوا سوا. بس تكامين مؤمنة إن الزوجة لازم تاكل جوزها بيدها. بسبب توتره نقطة شوربة وقعت على فخذ تكامين، فسألته لو يحب يدوقها
تدوقها من هناك، ومنطقها إنها عملتها بحب كتير، وإهدار ولو نقطة واحدة هيكسر قلبها. وهي بتقف عشان تديله نظرة على مدينة العجايب، تكامين رجعت الزمن بسرعة وكشفت إنها كانت بتشتغل بس. استغرب إزاي قدرت تعملها، وكشفت إنها استخدمت واحدة من لصقاتها عشان تعمل كده. شرحت إن حتى لو بيلعبوا لعبة مش هتخليه يطول منها حاجة بالسهولة دي. بعد ما خلصوا أكل قالت هتجهز الحمام، وطلبت من شيرو ينضم ليها زي الزوج الصالح. بس لما شيرو فاضل متردد أدركت إن لسه بدري تشوف الأخطبوط برايم بتاعه. بعدين شيرو في الحمام لوحده ومش لاقي صابون. فجأة تكامين دخلت وشيرو اعترض إنها واخدة اللعبة بجد زيادة. كشفت إنها لابسة مايو تحت الفوطة، بس كان أحراق من أجنحة البافالو. مرتبك الواد طلب تستنى بره قبل ما يخلص. بس تكامين قالت إنها هنا كزوجة مطيعة عشان تغسل ظهره. شرحت إنها بتستخدمه كدمية عشان تتدرب لما يجي الوقت. وشيرو بطريقة ما وافق يتعامل كأنه جماد ملوش لازمة. وافق بهدوء يسيبها تعمل اللي عايزاه، بينما في الواقع كينج كونج بتاعه جاهز يستكشف الغابة. لما بدأت تغسل ظهره وتتكلم بصوت ناعم، شيرو بدأ يتضايق وبدأ يعد الأعداد الأولية عشان يخلي سيفه جوه الجراب. فجأة حس بحاجة ناعمة بتلمس ظهره ولف فورا عشان يشوف تكامين سندة بمخدات. بمعجزة قدر يعدي الموضوع كله. بس تكامين قررت إن ده وقت غسيل شعره، دلوقتي مفيش خيار. الواد قعد وهي بتحط شامبو في شعره. قالت مفيش شامبو رجالي حاليا وهتستخدم بتاعها. وشيرو لاحظ فورا إن ريحته شبه ريحتها بالظبط. بدأت تلمس ودانه، والواد توتر لدرجة إنه زقها بعيد بشكل تلقائي. بس لما أدرك إنه مسك الزمامير بالغلط فصل وشطح ونط جوه البانيو وشه للحيطة. تكامين قررت تغيظه أكتر، بس لما لاحظت إنه عاملها الصامت توترت وخرجت بسرعة من الحمام. بالليل وشيرو في السرير، تكامين دخلت أوضته واتسلقت فوقيه وبتتمنى إن أفعالها النهاردة تكون كفاية تخليه يدرك هي قد إيه عايزاه. بعدين قلبت بسرعة على دور وشيرو فهم إنها كانت بتتصرف بلؤم عشان كانت مكسوفة تظهر جانبها الضعيف ليه. بعد كام يوم كانوا في دورية وقت الألعاب النارية عشان يتأكدوا إن الطلاب ما يفجروش المكان. شيرو قابس تكامين في المهرجان وهي لابسة اليوكاتا التقليدية. بعد تمشية قصيرة طلبت منه يلبسها درع الحماية، وشرحت إنها كانت على اللحم من البداية، وبما إنهم وسط زحمة مثلت إن صندلها اتقطع عشان شيرو يوطي ويستخدم ده عذر يعمل اللي هي عايزاه. بعد ما خلصوا تكامين اقترحت يفضلوا في المنطقة دي، بس كوبل علقوا إن شيرو شكله شحات معفن مقارنة بتكامين. دمار عاطفي. شيرو اتعلم من الموقف ده إن هو وتكامين شكلهم كابل، وتخيل رد فعلها لو كانوا بيوعدوا بجد. فجأة سمع بنت تانية بتعزم حبيبها عندها، وتخيل نفسه في نفس السيناريو حيث تكامين هتسيبه يستكشف غرفة الأسرار. لما الصواريخ ضربت تكامين عرفت إن المنطقة دي أمان ورجعت الزمن. عشان يفحصوا واحدة تانية أخدته للمكان اللي اتقابلوا فيه أول مرة، وشرحت إنها هتستخدمه كنقطة ريسبون عشان يمسحوا كل المناطق. راحوا منطقة فيها كوبري، وشيرو توتر لما شاف اتنين بيبوسوا بعض. لما تكامين اقترحت يقعدوا هنا شوية بدأ يتسائل لو هي ناوية تبوسه هنا كمان. ولما الألعاب النارية بدأت قالت له يلبسها الدرع، والكل مشغولين بيتفرجوا على العرض. مشيوا بنفس النظام وفحصوا المناطق واحدة واحدة، بس شيرو لاحظ إن مودها بيبوظ مع كل مرة. خمن إن ده عشان هو سرحان، بس لسه مش فاهم ليه تكامين بتختار أماكن فاضية. بعد ما شغل مخه جمع 1+1 وأدرك إنها ممكن تكون بتخطط أو مستنية اعتراف. والمونولوج الداخلي بتاعه بدأ يصرخ. بص على وشها اللي كان باين هادي بشكل غير عادي. لما الألعاب النارية اشتغلت تكامين سألته رأيه إيه في الألعاب النارية. رد بتردد إنها جميلة جدا، وده خلاها تضحك بسبب جملته المتلخبطة. بصيت له بابتسامة وقالت إنها مبسوطة قبل ما تقترح يروحوا. رغم كل ده شيرو لسه مش فاهم إيه اللي بيحصل، وبدأ يمشي معاها للبيت. وده كل حاجة للفيديو ده. سيب لايك واشتراك لو استمتعت، واكتب في الكومنتات حكاية مسكرة لو كملت للآخر.